اهلا بيكم. قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتفعل زر الاشتراك يا صاحبيكا. وعلشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا احداث الحكايه. بيبدا الفيلم بتاعنا بالبنت دي اللي اسمها ساره، وبتكون ماشيه لا بيها ولا عليها، بس فجاه بيجي رجاله على عجله كده وبيشدوها ناحيه العربيه، وبيكون واضح انها حاله خطف صريحه، ولكن محدش في الشارع بيقرر يتدخل. اما الشعب جبان صحيح يا كوريين انتوا. وبنشوف ان ساره بتروح مستشفى للامراض العقليه، وبتكون مش فاهمه هو ايه اللي بيحصل، وهناك بتتعرض للتعذيب زي ما تكون متهمه في قضيه اغتيال رئيس كده ولا حاجه. وبيبان جدا ان في وضع غريب بيحصل في المستشفى دي، ولكن كل ده ما هو الا بدايه يا عزيزي المشاهد للدراما اللي هتحصل بعدين. فاربط بقى حزام الامان وحط مسكن للدماغ جنبك علشان صدقني هتحتاجه بعدين. وبننتقل لجانب تاني من الفيلم، وهو المنتج يوسف، وهو في مقابله تلفزيونيه وبيتكلم عن البرنامج بتاعه وعن نجاحه، ولكن بتيجي اخبار في القناه ان البرنامج بتاعه اتوقف. ولما بيخرج من المكان بيلاقي المدير بتاعه في العربيه بيطلب منه يقدم برنامج تاني، ويوسف بيكون محتاج البرنامج بتاعه، ولكن المدير بيقول له انه مشاهداته خلاص بقت ضعيفه، ولكن هو دلوقتي محتاج يشتغل على برنامج جديد ويرفع مشاهدات القناه. وبالفعل بيروح وبيقعد مع الكاست بتاعه اللي هيبداوا معاه الشغل، وبيبداوا يعرضوا القضايا اللي قدامهم. فبيسيب كل الكلام اللي هم بيقولوه وبيركز مع مذكرات شكلها كده غريب شويه. ولما بيسأل عليها بتقول له حنين المساعده بتاعته ان دي مذكره جات لهم من فتره ومحدش يعرف مين اللي بعتها، ولكن اللي فيها بيقول ان ليها علاقه بحريقه مستشفى الامراض العقليه من فتره، ولكن القضيه دي مركونه بقالها كتير علشان مفيش حد عارف يكتب فيها حاجه، واساسا المستشفى اتحرقت بالكامل، فمن رابع المستحيلات يكون في حاجه بجد من اللي فيها. ولكنه بيقول لهم طيب يا شباب هي دي بقى القضيه اللي هنشتغل عليها من النهارده، وحتى لو مفيش حاجه من الحاجات دي فطبعا سهل علينا ان احنا نخلق قصه تعمل ضجه كبيره. وبياخدوا بعض تاني يوم علشان يروحوا لمكان الحادثه ويصوروا كل حاجه، ولكن هناك بتحصل حاجات غريبه جدا من اول ما دخلوا. ولكن يوسف بيكبر دماغه وبيروح الحمام يشرب له سجاره، ولكن الشباك بيكون مقفول بطريقه مستحيل تتفتح حرفيا، وده علشان المكان مستحيل حد يهرب منه. ولكن فجاه بيجي الكاست كله وهو مرعوب، وبيقولوا ان المصور شاف حد قدامه وبعدها الكاميرا اختفت. وفي الوقت ده من اللا شيء بيظهر حد قدامهم وبيقع من على السلم وبيكون شكله كده محروق، فبياخدوه على المستشفى علشان يشوفوا حالة الراجل ده. والدكتور بيقول ان تم انقاذه بالصدفة حرفيا لان مستوى الحروق عنده عالي جدا وصعب يقوم دلوقتي خالص ومحتاجين موافقة من اهله. ولكن يوسف بيقول انهم ما يعرفوش ده مين، وغالبا كده مش هيعرف يتكلم ويقول اهله مين. وبيشوف في ايده رسمة موجودة في الدفتر اللي معاه اللي فتح بيه القضية اساسا. ولما بيدوروا على كشوفات المستشفى دي بيلاقوا ان في ناس كتيرة جدا اسمها مش موجود، وان الناس اللي اتحرقت وماتت في المستشفى من فترة مش نفس العدد اللي موجود في الكشوفات. فبيروح بالدفتر لحد الممرض وبيسأله اسئلة كتيرة جدا ولو يعرف اي حاجة عن المذكرات دي، ولكن الممرض بيتعب جدا لما بيسأله اسئلة كتير ومش بيقدر يتكلم، وساعتها بيخش في حالة عصبية شديدة. ولما بيجمعوا معلومات هو وحنين عنه بيعرفوا ان اسمه عمر وده كان شغال في المستشفى دي، وبيكونوا جابوا كشوفات زيادة ولقوا ان فيها مشاكل في التسجيل برضه. وبتكون حنين راحت للبوليس علشان تعرف منهم اي حاجة مفيدة عن حريق المكان، وبتعرف ان مفيش اي ادلة عن المستشفى او حتى حد اهتم بيها لان وقتها حصلت جريمة تانية اهم. ولما بيسألها ايه هي بتقوله ان ملهاش علاقة بقضيتهم، بس ماشي هتقوله، وهي مقتل رئيس اسم الشرطة واللي كان مرشح يبقى محافظ المدينة. وبنعرف ان المتهم في القضية دي تبقى بنته، والضابط ده مات بطلق ناري، وبيقولوا ان بنته اللي لقوها معاه في وقت الحادثة واتقبض عليها. فبيروح يوسف لضابط يعرفه من الاسم وبيطلب منه معلومات عن سارة وانه يشوفها، ولكنه بيقول له فكك من القضية دي واساسا انا مش هخليك تشوفها لانها بتمر بفترات صعبة جدا. فبيبص له كده وبيقول له صحيح يا باشا هو انت اخوك عارف ان انت بتضيع فلوسه كلها في القمار ولا لا؟ وساعتها بيوديه للمكان اللي هي قاعده فيه تبع البوليس لانهم بيعتبروها مريضه مش مجرمه، وبيفضل يسالها عن وفاه والدها وعن المستشفى ولكن هي بتفضل ساكته. فبيسيب الكارت الخاص بيه علشان لو عايزاه تخليهم يرنوا عليه. واول لما بيرجع للمكتب بيطلب من حنين انها تجيب كل المعلومات عن ابوها، فبتقول له انت هتيجي تخطبني ولا ايه يا مستر يوسف؟ فبيقول لها والد ساره يا حبيبتي
وما تبقيش مدلوقه كده يا بت شويه. ولما بتجيب معلومات عنه بتعرف انه كان خلاص هياخد منصب المحافظ لانه مشهور بادبه واخلاقه، وانه دايما كان بيساعد الناس حواليه، وهو المفروض يعني شخص مش سيء. فبيروح يوسف لساره علشان يتكلم معاها تاني، ولكن المره دي بيكون حاطط مايك في البدله، واول حاجه بيقولها عليها انها ممكن تثق فيه وتحكي له قصتها وكده. فبتقول له هو انت جبت الدفتر ده منين؟ فبيقول لها انه وقع عليه من السما علشانها، ولكنها يأست من الحياه بشكل كبير جدا علشان ما حدش مصدقها والكل شايفها مجنونه. ولكنه بيقول لها انا ممكن اصدقك، ولكن انت لازم تقولي لي الحكايه كامله يا ساره. فبتقول له القصه كلها بدأت يا يوسف لما كنت ماشيه في الشارع زي اي حد طبيعي، ولكن فجأة طلعوا عليا رجاله وكتفوني وخطفوني لحد مستشفى الامراض العقليه دي. وبتقول انها ما كانتش قادره انها تصرخ حتى لانهم كانوا مكممين بقها بشكل كامل، والمدير بتاعهم بيأمرهم يجردوها من هدومها ويخلوها تستحمى غصب قدامهم. وبعد ما بتلبس لبس المكان بتروح للدكتور الكبير وبيقول لها مش شرط علشان تكوني هنا تبقي مجنونه. فبتقول له باستعطاف طب انا عايز ارجع بيتي علشان انا مش مريضه نفسيه، انتوا جايبين الشخص الغلط هنا. فبيقول لها ان الانسان ممكن يحصل له ضغوطات كتيره في حياته وده يكون سبب كافي انه يجي يتعالج هنا، وانت اول لما تخفي وتكوني بخير هتخرجي من هنا اكيد يعني يا ساره. وبعدها بياخدوها وبيضربوها ولا كانها سرقت هدوم من على حبل الغسيل في عز النهار. وبعد كده بيجي وقت انها تاخد الادويه بتاعتها، فبيجي الممرض اللي اسمه عمر علشان يديها الادويه. فبتقول له انها بجد مش مجنونه، وبتسحب الملف من ايده وبتكتب رقم وبتطلب منه يتصل بيه. ولكن بيجي ممرض تاني اكبر منه وبيقول له اكيد البت دي مش عايزه تاخد الدواء صح كده، وبيخليها تاخد الدواء بالعافيه علشان تقدر تعيش الايام اللي جايه. وكل يوم بالليل بيخرجوا كلهم وبيقفوا مع بعض. فبتيجي مريضه معاها وبتقول لها على فكره انا مش مجنونه، انا كنت نايمه في بيتي بس فجاه لقيت نفسي هنا، انا حتى معرفش انا جيت هنا ازاي ومش فاكره اي حاجه. وطبعا ساره اول لما بتسمع كده بتفتكر انها عاقله زيها، ولكن الست دي بتقول لها انها اكلت شمع وطلاق كتير قوي وعلشان كده الرحم بتاعها اتسد وعايزه تبدل معاها الرحم. ولكن الدكتور بيخرج وبياخد ساره علشان يكشف عليها وبيقول انه واضح كده ان مدتها هتطول هنا علشان مش بتاخد الدواء. وبيكون يوسف في الوقت ده مقابلته خلصت، واول لما بيرجع بيعرف انه محتاج يعرف شويه معلومات عن المدير. ولما بيدور عنه بيلاقيه انه صاحب والد ساره المقرب، وانه كان متفق معاه على بناء مستشفى جديده وان في مصالح كتيره مشتركه بينهم. وبيكون مستغرب جدا هو ايه علاقه الضحيه اللي هو والد ساره بالدكتور اللي ساره بنته كانت مخطوفه عنده. وبالنسبه لساره فبنشوف انها بدات تهلوس كتير، والمريض اللي جنبها بيكون عامل خرم في الحيطه علشان يكلمها وبيقول لها انت يا حلوه لو فاكره ان الشويه اللي انت بتعمليهم دول هيخلوكي مميزه عننا فانسي بقى الكلام ده. وفي الوقت ده بتكون الساعه جت 11، وفي الوقت ده واحده بس اللي بتخرج من اوضتها اللي هي البنت اللي قالت ان الرحم بتاعها اتسد. وبنشوف ان دي حيله من المدير علشان تروح له مكتبه، وبيكون المدير كده لا سمح الله بيعمل حاجات غير اخلاقيه مع المرضى بتوعه وبالدور كمان. ويوسف بيعرف ان المستشفى دي اترفع عليها كذا قضيه ولكن كلهم كانوا بيسقطوا بحكم محكمه، وبيستغرب جدا هو ليه حد ممكن يعمل كده اساسا بعد ما عرف القانون ماشي ازاي في كوريا، واللي بينص على ان الشخص ممكن يدخل مستشفى الامراض العقليه لمجرد ان ولي امره اتفق على ده، ومش بيكون فاهم ازاي ممكن حد يودي والده مثلا او بنته للمكان ده وبعدين يرفع عليهم قضيه، ما هو اللي وداهم هناك اصلا. فبيروح بعد كده يوسف وحنين لبيت واحده من اللي رفعوا قضيه على المستشفى ولكن مش بيلاقوها. وقبل ما يمشوا من المكان بيلاقوا طنط دي طالعه تقول لهم انتوا مين وعايزين ايه؟ مفيش يا طنط والله، يعني هم بصراحه جايين يسالوكي قد ايه انت واطيه علشان رميتي ابوكي هناك، الموضوع بسيط جدا. ولما بيقعدوا بيتكلموا معاها بيسالها يوسف هو ليه بعد ما وديتي ابوكي هناك رفعتي قضيه؟ فبتقول له لانها بعد ما استلمت والدها تاني كان كل شويه يدوخ ويتعب، ولما كشفوا عليه عرفوا انهم واخدين منه كليه. ولما واجهوا المستشفى قالوا ان الراجل ده ما عداش على السجل بتاعهم اساسا وما قعدش عندهم. وهي بعد كده عرفت ان المدير شخص واصل جدا ومفيش حد يقدر يقف قصاده ويكسبه ابدا، فهي ساعتها قررت تتنازل عن حقها، لان باختصار الحياه دي عامله زي الغابه الكبير فيها بيدوس الصغير اللي زينا، وانا بصراحه مش عايزه يتداس عليا. فبيروح يوسف علشان يقابل ساره وبيسالها على حوار تجاره الاعضاء اللي كان بيحصل في المستشفى، فبترد عليه وبتقول له انها عارفه الحوار ده علشان اللي كان بيخش اوضه العمليات بحجه انه تعبان مش
مش بيخرج ولا بيتشاف تاني، ودايما بيخرج صناديق كتيرة قوي من الأوضة دي، وعلشان كده كانت دايما بتحاول انها تهرب، وكانت كل مرة بتفشل في انها تعمل ده، ولكن بتعرف ان المريض اللي قاعد في الزنزانة اللي جنبها هو اللي عارف ازاي يهرب، فبتسأله ازاي تهرب من هنا، ولكنه بيرد عليها وبيقول لها مفيش حاجة ببلاش، بكرة بقى تعالي الحمام في وقت الفطار. ولما بتروح له بيفضل يلمسها كتير جدا، وبيعرفها ان في مكان سري في أوضة المدير تقدر تهرب منه، ولما بيقول لها على باسورد الأوضة بترد عليه وبتقول له انت تعرف يا اخينا انت انا اكتر حاجة بحبها ايه؟ فباستغراب كده سألها بتحبي ايه؟ فقالت له إثارة الجدل وسامحني بقى على اللي انا هعمله، وفي اللحظة دي بتقطع حاجة عزيزة قوي عليه، وساعتها الكل بيتلف حواليه ومنهم الممرضين والدكتور، اما هي فبتروح علشان تفتح اوضته ولكن بيكون الرقم غلط، وبتيجي مريضة تانية وبترسم الرمز في الهواء، وسارة بتقدر انها تفهمه، ولما بتخش بتلاقي البوابة اللي المفروض تهرب منها بعد بحث طويل جدا. ده انا كنت زهقت لك يا بنتي والله، المهم بقى يلا هربي بسرعة. فبترد وبتقول لا يمكن طبعا، انا لازم استنى الاول لما يجي الأوضة. ولما بيحس بيها وهي في الممر السري بيروح وبيفتح بوابته فبيشوفها، ولكنها بتتخض منه وبتترمي من فوق، وبتكون الممرات دي بتودي على تحت الارض، وبيكون في عمال بتصلح المواسير، وبعدها بتقدر انها تخرج للعالم بره، وبتلاقي نفسها في موقف عربيات، وبتطلع على الطريق الرئيسي علشان تهرب، ولكن الناس كلها بتكون بتبص عليها باستغراب، وده بقى لسببين، اولهم ان لبسها ده لبس المجانين في المستشفى، ودي طبعا حاجة معروفة، والحاجة التانية بقى ان جسمها بيكون كله دم وشكلها مش حلو، وده بسبب ان بقالها كتير جدا جوه المستشفى ما خرجتش بره. ولكن برضه في حاجة كده مجنناني، هو ازاي محدش فكر لمجرد تفكير انه يسألها هو انت محتاجة مساعدة يا بنتي؟ ما تعتبروها اختك يا جدعان، يعني ده انت مخرج اوفر جدا، مفيش حد يا عم يعمل كده. ولكن بعيدا بقى عن الرغي بتاعي ده، بنلاقي الممرضين اللي هناك راكبين عربية، وهي نفس العربية اللي اتخطفت فيها، وبينزلوا منها جري علشان ياخدوها، اما هي فبتفضل تجري منهم في شوارع كتيرة جدا لحد ما بتلاقي عربية البوليس، وهم لما بيشوفوا كده بيهربوا على طول، وبتركب سارة العربية، والظابط بيقول لها ما تقلقيش احنا هنروح لمكان آمن، ومحدش بمعنى محدش هيقدر يروح لك هناك، فاطمني بقى على الآخر، ولو عايزة تريحي شوية اتفضلي. ولكن في حاجة بتحصل بقى بتخليني أنا وأنت يا عزيزي المشاهد كارهين حياتنا، وهي إنهم بيرجعوها الجراج من تاني، وأول لما بتنزل من العربية بتلاقي 2 ممرضين طالعين من المبنى وبيشدوها لجوه، وسارة بتفضل تبص على الضباط والسما والنور لأنها واثقة إنها مش هتقدر تخرج من المستشفى تاني، وساعتها بيكون المدير متضايق منها جدا جدا على اللي هي عملته، وبيقول لها بقى كده يا روحي عايزة تسيبي بابا؟ وبيقول لها إن أي حد بيحاول إنه يسيبني بيكون مصيره الموت، ولكن أنا دلوقتي هاخدك على أوضة العمليات على طول، وبيحضروا كل حاجة علشان يعملوا عملية لسارة وياخدوا منها كل أعضائها. وبتقف لحد هنا في قصتها مع يوسف والمقابلة بتخلص، ولكن يوسف بيكون في دماغه مليون سؤال، وبعد كده يوسف بيروح للمدير بتاعه بسرعة وبيقول له إن القضية دي ما طلعتش صغيرة خالص، وإن المدير بتاع المستشفى كان صاحب والد سارة، واتفق معاه من الأول إنه ياخد سارة ويجننها، وده لأن والدة سارة حولت نصيبها في الورث لسارة، ولكن والدها كان عايز الورث كله لوحده، وفي المقابل المدير كان هياخد سارة عنده في المستشفى وياخد منها أعضائها بعد ما يجننها فعلا. ومش سارة بس اللي بيحصل فيها كده، لأن واضح جدا من السجل إن في ناس كتيرة كده، لأن زي ما قلنا أعداد الجثث واللي كانوا موجودين جوه المستشفى مش نفس عدد الكشوفات تماما، وده يدل على إن المدير كان بياخد ناس أهلهم مش عايزينهم وبيرموهم زي سارة كده، أو ممكن يكون حد ملوش أي أهل يسألوا عليه، فبالتالي مش هيلاقوا حد يسألهم لو ماتوا أو حتى اتخطفوا أو أخدوا جزء من الجسم زي والد البنت اللي أخدت أبوها. ويوسف بيطلب إنه يرجع البرنامج بتاعه علشان يعرض القضية دي كاملة على الناس، ولما بيرفض المدير بتاعه بيقول له أنا واثق إن أنا لو رحت أي قناة هتكون عايزة تسمع مني القصة كلها. فبيرد عليه المدير وبيقول له تصدق يا يوسف من أول ما اشتغلت معايا وأنا عارف إنك هتاخد مني الحاجات الوحشة بس من شخصيتي اللي هي التهديد. وساعتها بيوافق إنه
يرجع البرنامج بتاعه، ولكن بيديله اسبوع بس مش اكتر علشان يعرف كل المعلومات ويقدمها للشعب. وفي المقابلة اللي بعدها لسارة بتفضل تقول ان والدها مات وهي 3 سنين مش وهي كبيرة، وكلام تاني كتير جدا. ومن الصداع الشديد اللي عندها بتتعب ساعتها وبيغمى عليها. ولما بيروح المستشفى علشان يشوف الممرض بيلاقوه انه مشي واختفى ومحدش يعرف هو راح فين. وبتكون خلاص الحلقة المفروض انها تتعرض، بس يوسف بيكون مش معاه دليل قوي في القضية ومش جايب اخرها، فبيحاول يتصرف وبياخد تسجيل لوش الممرض وبيسجل لنفسه ريكورد كده وبيقول ان سارة تعرضت للتعذيب هناك. والمذيع في الحلقة بيقول ان تكملة القضية الاسبوع اللي جاي. فالمدير بيتجنن وبيروح وبيتخانق معاه علشان عمل كده من دماغه، ولكنه بيقول له ان خلاص في الفترة دي هيكون عارف يحل القضية. وبيروح وبيقابل سارة وبيقول لها ان في حاجة هو مش فاهمها لحد دلوقتي، وهي طريقة هروبها من المكان مع الممرض. فبتقول له ان في حاجة هو ما يعرفهاش. وهنا بتبدأ تحكي اللي حصل بعد ما كانت في أوضة العمليات، وهي ان الممرض دخل ولقاها نايمة في أوضة العمليات، وهناك شاف الصناديق بتاعة نقل الأعضاء فاتخض والمدير ضربه علشان يفوق. ولما راح المستودع جاب الرقم اللي كانت كتبته واتصل بحبيبها علشان يجي ينقذها. والممرض قال له انه اول لما يوصل المستشفى يرن عليه وما يطلعش على طول، لان اساسا ممنوع حد يطلع فوق غير طاقم التمريض. ولكننا بنشوف ان والد سارة كان موجود هناك وطالع لصديقه المدير علشان يقعد يتكلم معاه، واللي بيشوفه حبيب سارة اللي بيكون مستني الممرض تحت علشان يقدر يطلع. ولما صاحبها بيطلع بيلاقي الممرض في وشه وبيوريه كمان المكان اللي سارة فيه. ولما بيدخل عليها بيفضل يعيط وبيقول لها انا اسف، انا السبب في كل اللي حصل ده، ولكننا اكيد هنخرج من هنا. بس من حظهم الوحش بيكون المدير عارف بخيانة الممرض وبيستناهم على البوابة، وبيكتف التلاتة وبيضرب الممرض برجله وبيقول له انا كنت كويس معاك، انت ليه عملت كده؟ ده انت كنت بتاخد يا اخي مرتب ضخم جدا. ولكن العقاب الكبير هيكون الجميل قوي اللي عامل شبح وجاي ينقذ حبيبته، وبيخليه يقوم على رجله وبيفضل يضرب فيه. وبيكلم سارة وبيقول لها انه قال لها قبل كده اللي بيهرب هنا بيعمل فيه ايه، ولكنها بتفضل تعيط وبتقول له يسيبه يمشي، وبتقول له انها مش هتحاول تهرب تاني. ولكنه بيقول لها خلاص الوقت فات علشان تقولي اللي انت بتقوليه ده. وساعتها بيخلوه ينام على السرير وبيعملوا معاه عملية من غير بنج، فبينام فعلا على السرير وبيكتفوه علشان ما يقدرش انه يتحرك. ولكنك لو بصيت على الساعة هنلاقيها بقت 11، ودي الساعة اللي البنت بتروح فيها المكتب المدير. وطبعا المدير بيكون مع سارة اساسا وحبيبها في اوضة العمليات، والمجنونة بتحرق الاوضة بتاعته. وفي الوقت ده بيكون المدير فتح بطن حبيب سارة من غير بنج، ولكن مش بيكمل لما بيعرف ان اوضته اتحرقت، فبيجري علشان يلحق الاوراق المهمة بتاعته. وبتيجي المجنونة لأوضة العمليات وبتسأل سارة انت بتعملي ايه هنا؟ فبترد عليها وبتقول لها انا كنت جاية علشان اديك الرحم بتاعي، تعالي فكيني بس علشان الدكتور مش موافق. وفعلا بتفرح قوي وبتروح تفكها وبتفك حبيبها والممرض، ولكنها مش بتاخد منها الرحم. وبتجري على أوضة المدير لانه بيصرخ لما النار بالشمع بتخش على وشه في المكتب. وبيجري الممرض على بقية بوابات المرضى علشان ينقذهم، وده سبب له حروق كتيرة جدا. والمدير في اللحظة دي بيجي وبيسحب حبيب سارة في النار، فبتفضل تعيط جامد قوي لحد ما بتنزل وبتسيب المكان. فبيقاطعها يوسف وبيسألها طب ده كله حصل ازاي وبعدها رحتي قتلتي ابوكي؟ فبتقول له هو انت مين اساسا؟ وابويا ايه يا عم؟ انا ابويا مات وانا 3 سنين بقولك. ولكنه هنا بيتعصب عليها جامد جدا وبيقول لها ابوكي او جوز امك مش فارقة معايا. وهنا بيوريها صور ليهم سوا علشان تفتكر، وبيرسم سيناريو قتلها لجوز امها. ولكنها هنا بقى بتطلع فيه وبتقول له انت ما تعرفش القذر ده كان بيعمل ايه. وبنعرف بعدها انه كان بيعتدي عليها وعلشان كده بعتها هناك. ولما القضية بتتفتح تاني بيحكم فيها القاضي ببراءة سارة، وان الضابط هو اللي قتل نفسه لانه كان سكران وكمان كان واخد مسكنات كتيرة قبلها. والمدير بتاع يوسف بيفرح بيه جدا وبيقول له اعمل اللي انت عايزه من النهاردة، وبيعرفه ان سارة خارجة من السجن النهاردة. فبيروح بعربيته علشان ياخدها لبيتها، فبيسألها يوسف في الطريق على قبر والدتها ولكنها بتسكت ومش بتجيب سيرة اي حاجة. ولما بيوصلوا البيت بتقول له يا حضرة المنتج مفيش مريض نفسي بيسمحوا له يمسك قلم لانه يعتبر سلاح، وخد المذكرات دي بقى خليها معاك، وشكرا ليك على كل حاجة يا استاذ. ولما بتخش الأوضة بيبدأ يترجم يوسف الموضوع كله، وبنعرف ان سارة كانت بره من البداية واللي كانت في المستشفى هي
امها، وحبيبها اللي هي تقمصت شخصيته ده كان والدها اساسا اللي مات وهي صغيره، وكل اللي حكته له ده من خيالها. ووالدتها لما راحت تنقذها المدير مسك فيها وخلاها تموت محروقه، وهناك شافت والدها فراحت وقتلته في البيت برصاصه في نص دماغه. ولما كتبت المذكرات وبعتتها على المكتب كانت علشان تفتح القضيه وتخرج براءه. فبيفضل يضحك لان فعلا كيدهن عظيم. وهنا تعرف يا عزيزي المشاهد ان مفيش حد غلبان غيرك انت في الفيلم ده. وبنشوف في الاخر ساره بتصب كوبايتين شاي، واحده ليها والتانيه لحد تاني غالبا هيكون الممرض اللي هرب من المستشفى. وبكده يكون الفيلم بتاعنا خلاص خلص النهارده. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب يا صاحبيكا، واستناني في ملخصات جديده. سلام.